عاجل. شقيقة الراحل محمد بوسماحة تخرج عن صمتها في أول ظهور وتصريح إعلامي لها، وتكشف تفاصيل خطيرة في قضية وفاة أخيها تهز كل الجزائريين. خرجت شقيقة مغني الراي الراحل محمد بوسماحة في أول ظهور وتصريح إعلامي لها، كشفت تفاصيل جديدة حول قضية وفاة أخيها وزلزلت الجزائريين، وإليكم ما جاء في تصريحها وباقي التفاصيل. استيقظ الجزائريون صباح يوم الاثنين الماضي على خبر فاجعة مزلزلة، ويتعلق الأمر بوفاة الفنان المحبوب لدى الجزائريين بحادثة سير خطيرة أودت بحياته هو ومرافقه وشريكه الموزع الموسيقي المعروف باسم أمين لاكولومب فجر يوم الاثنين في أحد الشوارع البلجيكية بسبب اصطدام شاحنة كبيرة بسيارتهم. وتفاجأ وزلزل كل الجزائريين قبل قليل بأول تصريح وخروج إعلامي لشقيقة مغني الراي الراحل محمد بوسماحة، حيث كشفت فيه عن تفاصيل جديدة وغير متوقعة حول قضية وفاة أخيها صدمت وزلزلت كل الجزائريين، حيث قالت في تصريحها: أنا وعائلتي مصدومة من خبر وفاة أخي الأكبر، وقالت أن أخيها من الممكن أن يكون قد مات مقتول، وأن حادثة المرور ربما يكون مخطط لها. وقالت أيضا: كان دائما أخي قبل وفاته يخبرني أنه إذا مت يوما سيكون ذلك بسبب أعدائي، وهذا ما جعلني أشك في سبب وفاته. وقالت أيضا: سوف نفتح تحقيق عندنا وعائلتي لكشف الحقيقة إن شاء الله.